في يوم من الأيام كان هناك شاب فقير يدعى توماس إديسون. رجع البيت من المدرسة وهو يحمل ورقة تحمل الرسالة الأعظم في تاريخ حياته. أعطى الورقة لأمي وقرأت له بصوت عالي وقالت له: مدرستك تقول أنك عبقري، وأنهم غير قادرين على أن يعلمونك أكثر، وأنهم يريدونك أن تتعلم في المنزل. وفي وقتها الشاب صدق كلام أمه، ولكن انظر ماذا قامت الأم بفعله، وأصبح الشاب من وقتها من أعظم المخترعين في تاريخ البشرية. بعد سنين إديسون لقى الورقة وقرأ الحقيقة، والحقيقة كانت تقول أن المدرسة أرسلت له رسالة بأن ابنك بليد وغير قابل للتعليم. ولكن كلمة أمه الإيجابية هي اللي خلته يؤمن بنفسه ويغير العالم. الفكرة من الفيديو إن الكلمة ليها قوة عظيمة جدا، ممكن تكون سبب في نجاح شخص أو إحباط شخص آخر. حاول تقول كلمة طيبة لأي حد حواليك، يمكن تكون سبب في تغيير حياته للأفضل. ولو عجبتك القصة ما تنساش تشاركها مع حد من قرايبك. تخليك دايما مصدر للإلهام.